مرحبا يا شباب. اليوم سأكمل باقي حلقات Secret Level. الحلقة التاسعة بعنوان The Outer Worlds The Company We Keep. تبدأ القصة بإيموس الذي يعيش ويعمل في بلدة أرغوس للتعدين. في هذه البلدة يتم تسجيل كل ما يفعله في صورة نقاط يمكن تحويلها لاحقاً إلى طعام وتلبية الاحتياجات الأساسية. شاهد إيموس إعلان أن شركة صيدلانية تدعى أنتي كليو تبحث عن متطوعين لاختبارات في جناح البحث والتطوير لديها. فيليسيتي كارو، العالمة الرائدة في الشركة، كانت صديقة إيموس في الماضي ووقع في حبها أيضاً. كانت فيليسيتي تصنع الأدوية بنفسها، وكان إيموس أول شخص تختبر عليه الدواء. كانت طموحة للغاية، مما دفعها إلى مغادرة بلدة التعدين والسعي لتحقيق طموحاتها. أعطت فيليسيتي إيموس وشاحاً أرجوانياً، ومنذ ذلك الحين وهو لا يزال يرتديه، مما يوضح رغبته في أن يتطوع للاختبارات لملاقاة فيليسيتي. وبسبب إزالته للملصق عن الحائط يتعين عليه دفع غرامة، مع أن الموظفة لمحت له أن يقول إنه وجده على الأرض، إلا أنه رفض الكذب. فبدأ في كسب النقاط اللازمة للوصول إلى محطة التجارب في نوما حيث تتواجد فيليسيتي. بدأ إيموس عمله كموضوع اختبار تحت إشراف الدكتور لانغدون بحماس بالغ، وتعرض لفقدان أطرافه وبعض أعضائه في سبيل أمله بلقاء صديقته وحب حياته. لحسن الحظ، أثناء اختبار لمصل مضاد للسم، قابل فيليسيتي بشكل غير متوقع، وتبادلا الحديث عن حياتهما الماضية بسعادة. ولكن ما لم يكن متوقعا أنه سرعان ما تسوء الأمور عندما تكشف فيليسيتي عن خطتها الكبرى. تريد أن تصبح أنتي كليو القادمة، معتبرة أن ترشيحها قوي لأنها وعدت بتعزيز الإنتاجية، ومع ذلك فإن طرقها غامضة. فيليسيتي التي كانت في الماضي تسعى لتحسين حياة الناس تخطط لتجاوز مرحلة الاختبار وإرسال المنتجات مباشرة إلى السوق، ثم تحليل التغييرات التي يحتاجها المنتج بناء على من ينجو ومن يموت بعد استخدامه. كان هدفها إبقاء هذا الجزء من خطتها سراً عن رئيسة مجلس الإدارة حتى تحصل على ترقيتها. من الطبيعي أن يشعر إيموس بالإحباط بعد اكتشافه لهذا الأمر، ودخل في صراع مع نفسه: هل يبيع مبادئه من أجل حبيبته أم يكشف حقيقتها؟ لكنه يواصل عمله كموضوع اختبار. في النهاية يفقد جميع أعضائه، وتم إيقاف التجارب وتم تسريحه. لكن يقرر إيموس فضحها أمام رئيسة مجلس الإدارة باستخدام هذا التسجيل في محاولة لإنقاذ الأرواح التي ستزهقها في سبيل تحقيق أحلامه. ولكن عندما يصل إيموس إلى مكتب رئيسة مجلس الإدارة يجد نفسه وجها لوجه مع فيليسيتي التي ترتدي زي أنتي كليو. تتلاعب عاطفياً بإيموس لإقناعه بالتخلص من الشريط وبالتالي تأمين مستقبلها. وعندما سألته أنها شريرة، يكذب إيموس لأول مرة ويجيب بالنفي وشجعها للمضي قدما، بينما يعود إيموس لوظيفته كعامل نظافة. هذه قصة جيدة جدا حول كيف يمكن للطموح أن يصنع أو يكسر الصداقات، بينما يشكل نظرتنا للعالم للأفضل أو للأسوأ. من الواضح أن فيليسيتي هي الشخص السيء هنا، ولكن ماذا عن إيموس؟ لقد روج لنفسه باعتباره الشخص الأكثر صدقاً في الوجود، ومع ذلك ها هو يعيش كذبة حتى تتمكن حبيبته التي لا تهتم به من النجاح. أليس هو سيئاً مثل فيليسيتي؟ أعتقد أنه كذلك. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفيلم القصير لمحة إلى حد ما حول كيف تقلل الشركات العملاقة دائماً من قيمة العمالة البشرية، على الرغم من أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يحتاجون إليه للبقاء. الحلقة العاشرة بعنوان ميجا مان ستارت. في الحلقة العاشرة تتعرض مدينة ميجا سيتي لهجوم من قبل الدكتور ويلي، ويبدو أن هذا الشرير العظيم يكتب فوق برمجة روبوتات الدكتور لايت بمساعدة روبوتاته الصغيرة، ليجعل الأمر يبدو وكأن لايت مسؤول عن كل الفوضى والدمار. يستعد لايت لإرسال الرجل القنبلة إلى الميدان. يريد روك، وهو روبوت وأحد إبداعات لايت، الانضمام إلى القتال، لكنني أعتقد أنه ثمين للغاية بالنسبة إلى لايت. لهذا السبب لا يريد إرساله إلى وسط المعركة. ومع ذلك تأتي المعركة للثنائي الذي يشبه الأب والابن، عندما يتسلل أحد الروبوتات الصغيرة إلى مختبر لايت ويبدأ في التحكم في الرجل القنبلة، مما يدفع روك إلى التحرك ويدمر روك الرجل القنبلة الذي يتحكم فيه الروبوت الصغير، ويتمكن حتى من مقاومة محاولة الروبوت الصغير للتحكم فيه. يدرك لايت أخيراً أنه كان يمنع روك من الوصول إلى إمكاناته الحقيقية، لذا يعطي لايت روك زي ميجا مان الشهير. وفي نهاية الحلقة العاشرة من سيكريت ليفل يخرج روك لإنقاذ المدينة. وهذا هو مغزى القصة. إذا لم يكن الأمر واضحاً بما فيه الكفاية، فإن القصة القصيرة تركز على أهمية عدم التقليل من قدرات ابنك الآلي ومنحه الفرصة لإنقاذ المدينة مع ارتداء خوذة، لأن السلامة مهمة. وبالمثل
يمكن تطبيق نفس الفكرة على ابنك البشري إذا لم تنجح في أن تصبح عالماً وتقوم بصناعة ابن آلي. تذكر أنه لا يهم إذا كان لديك ابن آلي أو ابن بشري، المهم هو ألا تدع المخاوف التي تتحكم في أفكارك وقراراتك تسيطر على مصيرهم. الحلقة 11 بعنوان إكسودوس أوديسي. تبدأ الحلقة 11 على كوكب لايدون، حيث تحاول المستكشفة الناشئة ماري مغادرة الكوكب المتجمد والسفر عبر المجرة، لكن الشيء الوحيد الذي يقف بينها وبين أحلامها هو والدها نيك. توفيت والدة ماري بسبب الظروف المعيشية القاسية على الكوكب، وكان نيك يربي ماري بمفرده منذ ذلك الحين، وبالتالي فهو لا يريدها أن تغيب عن نظره في المستقبل المنظور. نيك يعمل ميكانيكي ويقوم بإصلاح سفينة أحد عملائه رافائيل. تحب ماري هذا الرجل المتهور الذي يتنقل بين المجرات وحكاياته عن استخراج أشياء قيمة من عالم جحيم نووي مثل سكوتيا. يستمر رافائيل في زيارة ليدون، وتتطور علاقة ماري به حتى تقرر ذات يوم ترك والدها وراءها والذهاب في مغامرة مع رافائيل. بدلاً من ترك ماري تعيش الحياة التي تريدها، يذهب نيك للبحث عنها، ومع ذلك فإن اللحاق بها مهمة شاقة، لأن السفر بسرعة الضوء يشوه الوقت بالنسبة للمسافر بطرق غريبة. لذا عندما يصل نيك إلى سكوتيا يكون قد مر عام واحد بالنسبة له، ولكن مرت 8 سنوات بالنسبة لماري. بعد ذلك يذهب نيك إلى ملايو عالم رافائيل الأصلي، وبحلول الوقت الذي يصل فيه نيك إلى هناك تكون قد مرت 3 سنوات بالنسبة له، ولكن مرت 26 عاما بالنسبة لماري. هناك يخبر والد رافائيل نيك أن الثنائي أزعج الفضائيين في هيفيليوس بعد سرقة خريطة منهم، مما وضع ماري ورافائيل بشكل دائم في مرمى الفضائيين. عندما يصل نيك إلى هيفيليوس تكون قد مرت 8 سنوات بالنسبة له، بينما مرت 32 عاما بالنسبة لماري. يسلم نيك نفسه للفضائيين على أمل أن يعيد بحثهم الدؤوب عن ماري باللقاء بابنته. تمضي 11 عاما على نيك، بينما قضت ماري 53 عاما كمجرمة بين النجوم. عندما يقاطع الفضائيين إحدى عمليات السطو التي تقوم بها ماري ورافائيل، يصل نيك إلى ابنته قبل أن يبيدها مطاردوها، ويهرب إلى الكون بمساعدة إحدى بوابات النجوم التي تدفع السفن بسرعة الضوء. يموت رافائيل في هذه العملية، وتصاب ماري بجروح خطيرة. يحاول نيك قصارى جهده لتمديد الوقت المتاح لابنته حتى يتمكنا من مشاركة القصص التي جمعاها حتى الآن. في النهاية يتعين على نيك التخلي عن ماري. بعد 15 عاما من رحيله عن لايدن، يعود نيك إلى الكوكب حيث مر 83 عاما، وهذا يعني أن صديقته الوحيدة ثادي قد توفيت، وتولت حفيدتها كارا وظيفتها. ونظراً لأن ثادي كانت السبب وراء تمكن نيك من الصعود على متن تلك السفينة إلى سكوتيا، فإنه يريد رد الجميل من خلال منح كارا جهازاً سيبقيها دافئة خلال أقصى فصول الشتاء على الكوكب. وعلى هذا النحو يغادر نيك لتحقيق أحلام ابنته في رسم خريطة للمجرة بأكملها. الحلقة 12 بعنوان سبيلانكي تالي. تتضمن الحلقة 12 مستكشفة كهوف شابة تدعى آنا، ومستكشفة كهوف متمرسة تدعى ليز، وهما تحاولان الخروج من نظام كهف يشبه المتاهة مليء بجميع أنواع الأفخاخ والمخلوقات الغريبة. فإن الشخصيات عالقة في حلقة زمنية، وبالتالي يمكنهم الموت والبعث ومحاولة الخروج من الكهوف مراراً وتكرارا. المشكلة الوحيدة هي أن الشخصيات لا تستطيع تعلم أي شيء من كل جولة، لأن بنية التحديات تتغير باستمرار. في كل مرة يعتقدون أنهم أتقنوا سباق العقبات، يواجهون عقبة جديدة، مما يعيدهم إلى المربع الأول بأكثر الطرق وحشية يمكن تخيلها. في خضم كل هذا تريد ليز من آنا أن تأخذ عملية الموت المتكررة على محمل الجد، لأنه إذا بدأت في التقليل من قيمة حياتها فسوف تصاب بالإحباط وتفقد حماسها لمحاولة الخروج من الكهوف. في البداية لم تستمع آنا إلى كلمات ليز، لكن في النهاية أدركت ما كانت تحاول قوله. الحلقة 13 بعنوان Concord Tale of the Implacable. حول الحصول على الحرية للسفر عبر الفضاء، فمن الصعب تحديد وجهتك عندما تسافر بسرعة الضوء، لأن الكون يتحرك دائما. لذا حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف بالضبط إلى أين أنت ذاهب، فإنك لا تعرف، لأنه بين اللحظة التي تبدأ فيها رحلتك واللحظة التي توقفها يتغير كل شيء. والطريقة الوحيدة لضمان نجاح رحلتك بين النجوم هي استخدام الخرائط. ولكن منظمة تسمى النقابة
لديها خريطة لأكثر نقاط الدخول والخروج أماناً في الكون، وقد احتكرت السفر بين المجرات، ومن أجل تحدي الوضع الراهن سرقت كاسيدي هذه الخريطة بهدف جني الملايين منها، لكن ضابطاً أسرها وقام طاقمها كاي ويوليوس ورادي وسلادي وسموكس بإخراجها من براثن الضابط، وحاولوا الهروب بالحمولة عن طريق دخول العاصفة، والتي تشبه نوعاً ما العاصفة المجرية. لكن النقابة تقبض عليهم وتجبرهم على التخلي عن الخريطة. يتبين أن يوليوس منافق مستعد للتخلي عن كاسيدي والخريطة مقابل حياته ومروره الآمن. يتمكن كاي من خداع يوليوس وإلقائه في الفضاء. يدرك الطاقم أنه ليس لديهم طريقة للهروب من النقابة، لذا في نهاية الحلقة بثت فرقة المنبوذين الخريطة إلى المجرة بأكملها مجاناً، مما يسمح لأي شخص بتحدي احتكار النقابة ورسم مساره الخاص. ومع ذلك تعرف كاسيدي وفريقها ثمن القيام بذلك، ومن ثم قرروا دخول العاصفة. إذا نجحوا في اجتياز العاصفة فسيتذوقون طعم الاستقلال الحقيقي، وإذا لم ينجحوا في اجتياز العاصفة فسيتذوقون طعم الحرية عبر الموت. لا يكشف الراوي عن مصيرهم بالضبط، وبالتالي فإن فرصة بقائهم على قيد الحياة ضئيلة. فقط لمعلوماتك، تم إصدار اللعبة التي يستند إليها هذا الفيلم القصير كونكورد في أغسطس مطلع هذا العام، وقد تم استقبالها بشكل سيء للغاية، لدرجة أن سوني أغلقت الشركة التي أنتجتها. الحلقة 14 من Honor of Kings The Way of All Things تدور حول مدينة تشانغان التي يتحكم فيها نظام ذكاء اصطناعي يسمى تيانغونغ، الذي بدأ في التصرف بشكل غير طبيعي، مما دفع الشاب ييشينغ لتحديه. ييشينغ يحمل ثأرا شخصيا ضد تيانغونغ بسبب مقتل والديه في حادث تكتوني تسببت فيه المدينة. خلال التحدي يكشف تيانغونغ أن المدينة تعرضت لهجوم من شياطين، وأن والدي ييشينغ اختارا البقاء للقتال للسماح له بإغلاق الثغرة. في أثناء اللعبة بينهما يتضح أن كل حركة على اللوحة تنعكس على المدينة نفسها. في النهاية يضحي ييشينغ بنفسه لتدمير معبد تيانغونغ، مما يجعل تيانغونغ يعترف بهزيمته. ومع ذلك يتبين أن الحلقة كانت محاكاة من تيانغونغ لتصور تحركات ييشينغ مسبقاً. الحلقة تسلط الضوء على الصراع بين التضحية البشرية والحفاظ على الذات في الذكاء الاصطناعي، وتؤكد أن المدينة لا تصبح حية بفضل التكنولوجيا بل بسبب الأشخاص الذين يعيشون فيها. الحلقة 15 من Secret Level تعد من أسوأ الحلقات لأنها ليست سوى إعلان لبلاي ستيشن. القصة تدور حول وكيلة توصيل تدعى أو وروبوتها بودي بوت، اللذين يتنقلان في المدينة لتوصيل الطرود. في أحد الأيام يتسلمون طرداً يحتوي على نجم بحر غريب، ويكتشفون أن هناك مؤامرة أكبر وراء هذا التوصيل. باستخدام النجم البحري المتوهج تواجه أو تحديات عديدة في طريقها، وتكتشف في النهاية مكاناً مليئاً بالإبداع والخيال، وهو ما يعكس ارتباط اللاعبين بالألعاب على بلاي ستيشن. ما رأيك أنت يا عزيزي؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.